عمرك شفت مكان ريحة التاريخ فيه طالعة من الأكل؟ مكان تحس إن البرازيل كلها متلخصة في شارع واحد وفي لقمة واحدة. لو فاكر إن سان باولو شغل وزحمة وتعب وبس، يبقى الفيديو ده هيغير فكرتك 180 درجة. إحنا دلوقتي في قلب سان باولو، في مكان اسمه ماركادو مونيسيبال. مش سوق عادي، دي حكاية عايشة بقالها أكتر من 90 سنة. هنا بيجي السائح ورجل الأعمال والمشاهير وحتى أهل سان باولو نفسهم، لأن المكان ده بيجمع التاريخ والأكل والناس والحياة. خليك معايا بقى، لأن الجوع هنا مش هزار. هتلاقي أشهر الشندوتشات في البرازيل، غير كده فاكهة من كل بلاد الدنيا، ألوان، روائح، ناس بتضحك، ناس بتصور لغات مختلفة. تحس إنك لا غريب ولا لوحدك، تحس إن سان باولو فاتحة ليك دراعها. الماركادو مش مجرد أكل، دي إحساس، تجربة، ومكان لازم يتحط أول السكة مش آخرها. لو جيت سان باولو ما عدتش من هنا، يبقى لسه ما جربتش سان باولو بجد. وهنا بقى نخش على الأهم. لو نفسك تيجي البرازيل وتعيش التجربة دي وانت مطمن، من غير لخبطة ولا تضييع وقت ولا تجارب فاشلة، احنا موجودين. احنا شركة سياحية برازيلية مسجلة ومعتمدة رسميا. بنقدم لك تنظيم رحلة من الألف للياء، فنادق مؤكدة، برامج سياحية حقيقية، ومساعدة احترافية في ملف التأشيرة، من غير وعود كدابة. احنا مش بنشتغل مع اللي بيدور على الأرخص، احنا بنشتغل مع اللي بيدور على القيمة والجودة والشغل الصح. لو ناوي تيجي البرازيل، خلي البداية صح والباقي علينا. بنقدم ملفك للسفارة، زائد بنرسل دعوات سياحية وتجارية وخطة سفر كمان تدعم ملفك. وكمان خطة السفر والدعوات السياحية أو التجارية ما بتجيبلكش تأشيرة، ولكن بتدعم ملفك. ولازم نظبط بقية الورق صح، لنخلي نسبة قبول التأشيرة 90% ل95%. وقرار السفارة أولا وأخيرا. ثانيا، بعد التأشيرة بنستقبلك في المطار، إيجاد سكن، استخراج الأوراق. بنقدم ملفك للبوليس الفيدرالي للإقامة الدايمة أو إقامة اللجوء، زائد بناخد ميعاد في البوليس الفيدرالي. وكمان بنستخرج الباسبور للبيبي وأوراقه.